يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. أهلا وسهلا بالجميع إخواني. هذه المناظرة عنوانها مناظرة في الإمامة بعد النبي وليس الإمامة الاثنى عشرية، إن شاء الله سنأتي لها لاحقا. أحب أبدأ أنا إخواني بارك الله بكم بالأدلة العقلية قبل ما أتطرق للأدلة النقلية. فأول سؤال أتمنى تسجل عندك شيخ هاشم هنداوي كالآتي: بما أنكم تقولون بأن الخلافة والإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هي بالشورى، فأنا سؤالي لك كالآتي: هل أهل الشورى الذين يتكفلون في اختيار الخليفة هل هؤلاء معصومين أو ليس بمعصومين؟ بمعنى هل ممكن يختارون خليفة ظالم؟ إن قلت نعم ممكن يختارون خليفة ظالم، فأنا الآن أقول إذا بطلت هذه الخلافة والإمامة، لأن الله عز وجل لا يفعل الظلم ولا لا يؤسس له الظلم، فإذا هذا النظام باطل، نظام الشورى. وإن قلت لا ليس من الممكن، لا يتطرق الاحتمال أن أهل الشورى يختارون خليفة ظالم، إذا أنت قلت بعصمة أهل الشورى، فهذا عندك خيارين ما أتوقع ستجد له مخرج يعني علمي، لأن خيارا لا ثالث بينهما، فهذا أتمنى تجيب عليه في مداخلتك، سجل عندك. احنا بالنسبة أن نقول أن الإمامة أخواني بالنص وليس بالشورى، والدليل على ذلك احنا أدلتنا أخواني من القرآن الكريم. افتحوا القرآن الكريم، الله عز وجل صحيح قال إنما شورى بينهم، مضمون الآية تكلم عن الشورى، لكن هذه إذا تبحثون على تفاسيرها هذه كانت في المشاورة في الحروب، في الآراء الجانبية التي رسول الله في النهاية تعود إليه القرار، يعني تصبح شورى بين الصحابة بين المسلمين، لكن بالنهاية الرسول هو اللي قرر. فالشورى كانت في هكذا مواقف مثل مشورة سلمان في مسألة حفر الخندق، فلم تكن الشورى في الإمامة أبدا. وإلا الدليل على ذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول إني جاعل في الأرض خليفة. أخواني التفتوا جيدا، الجاعلية هنا في القرآن الكريم للخلافة من قبل من؟ هل قال الله عز وجل أنتم اجعلوا خليفة في الأرض هي شورى بينكم؟ لا، الله عز وجل نظامه ثابت، قال إني جاعل في الأرض خليفة، وهذه الآية عند المسلمين جميعا هي تدل على الاستمرارية. فالجاعلية والتنصيب ثبت من القرآن الكريم أنه من الله، وهذا أول دليل على صحة عقيدة الشيعة الإمامية. اثنين، الله عز وجل قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فحتى الله عز وجل بالنسبة لداود قال إنا جعلناك، لم يقل اجعلوا خليفة في الأرض أو نصبوا داود خليفة في الأرض أو افتحوا مثلا سقيفة واختاروا الخليفة. هذا النظام غير صحيح، هذا النظام إخواني باطل، القرآن أبطله. تمام. فحتى طالوت في قصة طالوت أصبحت الجماعة كانوا يريدون شورى، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. الله رد عليهم، بين أنه اصطفاه بالعلم وبالكذا. فأيضا الله عز وجل أبطل مسألة الشورى، والشورى هي من أهل الخلاف. تمام. فثبت من القرآن أن الخلافة بالتنصيب وليست بالشورى. السؤال الثاني سجل عندك هاشم هنداوي. الآن الخليفة عندكم بما أنه ينصب بالشورى وأنه كذا، سؤالي لك كالآتي: هل أصبح هنالك إجماع على أبو بكر؟ يعني بما أنكم تحتجون بالشورى، هل أجمع المسلمون على أن أبو بكر هو الخليفة بعد النبي؟ هذا السؤال الثاني فقط، أنا ما عندي سؤال ثالث. وإلا أنا الآن إخواني سأبدأ بطرح الأدلة أمامكم إن شاء الله على الشاشة. بارك الله بكم، إن شاء الله الوقت يسعفني. هذا شنو الكتاب؟ الله عز وجل حينما قال إنما أنت منذر ولكل قوم هادي، وردت الأخبار عندهم كما في مسند أحمد وغيره أنه ماذا قال رسول الله؟ المنذر والهادي رجل من بني هاشم، يقول إسناده صحيح في الصفحة 48. إذا الهادي من بني هاشم يا أخواني، وليس من جماعة السقيفة. وإلا عندهم خبر أنه قال النبي لعلي، تمام، فقال أنا المنذر ولكل قوم هادي، وأومأ بيده إلى منكب علي فقال أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون بعدي. فهل حجية قوله بعدي أيضا لا تدل على الخلافة؟ يعني إخوان هذا السؤال لكم، المسألة هنا فيها التباس، لأن المنذر هو علي،
وطبعا يذكر أنه ذكرها ابن كثير في تفسيره نقلا عن المصنف. وأنا وقتي انتهى، عندي شوفوا وفاء كثيرة لكن وقتي انتهى، نعطي فرصة للطرف الآخر. تفضل ابدأ جولتك. نعم. طيب، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الضيف هنجاوب على السؤالين الأول قبل ما نخش في أي إشكال. قال: هل أهل الشورى معصومين؟ طبعا المعروف عن العرب أنهم لا يكذبون، وإذا العرب حتى أبو سفيان لم يكذب أمام هرقل وهو كافر. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني لو اجتمع الناس على رجل. وهذا قاله علي بن أبي طالب في نهج البلاغة، يقول: لعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس ما إلى ذلك سبيل، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها. علي بن أبي طالب قال: ألا إني أقاتل رجلين، رجل ادعى ما ليس له وآخر منع الذي عليه. فإجابة سؤالك رد عليك علي بن أبي طالب في نهج البلاغة، حتى أنه قال: إنما الشورى للمهاجرين والأنصار. فالشورى علي بن أبي طالب لم يقل أبدا أنا منصب تنصيبا إلهيا إماما على الناس بأي رواية على وجه الأرض صحيح. طيب، ده سؤالك الأول. السؤال الثاني: هل اجتمع الناس على أبي بكر؟ نعم، الجواب: اجتمع الناس على أبي بكر رضي الله عنه، وأيضا في سقيفة بني ساعدة، والكل بايع. وعلي بن أبي طالب لم يعترض ولو بشطر حرف كلمة برواية صحيحة على وجه الأرض، اعترض على السقيفة. فلو أنت عايز تعترض على السقيفة فمشكلتك مع علي بن أبي طالب أنه لم يعترض عليها، فلماذا أنت تعترض؟ عجيب. طيب، تعالوا بص ننظر البداية، ناخد بعض المسائل على المصادر. كده أجبنا على السؤالين، نخش بقى. شوف يا أخوان أجوبة الشبهات العقائدية. طبعا هذا لمن؟ الشيخ علي. ماذا يقول يا أخوان؟ بصوا، على فكرة عند الشيعة ما لهمش: وأما من جهة أصول الدين فلا يمكن العمل بالأخبار حتى ولو صحت سندا واتضحت دلالة. لو الخبر صح عن أهل البيت أو عن الرسول عند الشيعة، لا 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 لا، ما ياخذوا منه أصول الدين، إذ ليس المعتبر في أصول الدين إلا حكم العقل. جعلوا العقل حاكم على نقل الله والرسول والعترة والعياذ بالله. ده واحد. رقم اثنين، أنا عندي في كتبي السنة لابن أبي عاصم، هذه الرواية طبعا بسندها عن ابن عباس قال: كنا نتحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فبلغ ذلك النبي فلم ينكره. إذن وإسناده صحيح، فيه زيادة فيبلغ ذلك النبي فلا ينكره، وهي زيادة ثابتة إلى آخره. إذن كنحن أهل السنة عندنا النبي أقر أن خير الأمة ثلاثة بعده: أبو بكر وعمر وعثمان. ده واحد. تعالوا ننظر إلى كتب الشيعة. الأنوار النعمانية يقول: وأما الثاني فقد تقدم القول فيه، وأن الدليل العقلي لا يقدم مطلقا بل يقدم إذا تأيد بالنقل، وأنت ليس عندك نقل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علي بن أبي طالب هو الإمام المنصب بعده، ليس عندنا نقلا بهذا. فأيضا كتاب الحاكمية في الإسلام، هذا لسماحة السيد محمد مهدي، ماذا يقول؟ يقول: وقد تحصل، شوف، تحصل من جميع ما ذكرناه في نظام الحكومة الإسلامية أن لفظ الأمر في هذه الآيات الثلاثة، الأمر قول وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر وأطيعوا الله والرسول، فإنما يطاع فيه ولي الأمر إنما هو أمر الأمة، بمعنى ما يرجع إليه إلى نظامهم الاجتماعي الذي لا بد فيه من قيادة منظمة، فالقائد الإسلامي هو ولي الأمر. هذا كلامك يقول لك أن القائد الإسلامي هو ولي الأمر. عندك بقى كتاب صحيح البخاري، والرواية طبعا: فأخذ عمر فبايعه وبايعه الناس. إذن اجتمع الناس على أبي بكر، والرواية في صحيح البخاري، مش محتاج. كتاب إعراب القرآن ابن خلويه ماذا يقول؟ الرواية بالهاد: ولكل قوم هاد. قال: وقد روى المفسرون من طرق ليس منها ما يثبت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لما نزلت هذه الآية: أنا المنذر وأومأ على علي بن أبي طالب. قال ابن الجوزي: وهذا من موضوعات، فالرواية عندنا لا تصح. إذن ردنا على كل إشكالات ونأتي نحل للسؤال.
محمد جواد مغنية يقول أن الإمامة تكون بالاسم والشخص لا بالصفات. السؤال الأول: أين قال النبي صلى الله عليه وسلم أن علي إمام بالنص الجلي؟ الطوسي والمفيد ومحمد جواد مغنية قالوا أنها تكون بالنص الجلي. أريد النص من القرآن أو من سنة النبي، وكتبك ليست حجة. السؤال الثاني: من 120 ألف صحابي اعتقد أن علي بن أبي طالب منصب تنصيبا إلهيا واعترف بهذا أمام الناس ولو برواية في كتب الشيعة وبالسنة صحيحة؟ نعم. الآن تسمعني؟ أسمعك. نعم. اي قلت لك بما انه طرحت امور كثيره ذكرني في اسئلتك اذا ما جاوبت عليها في نهايه الجوله. طيب، اللهم صل على محمد وال محمد. اخواني الكرام، هو ماذا قال؟ طبعا انا لما سالته سؤال عن عصمه اهل الشورى قال ماذا؟ هو طبعا لم يعطي جواب صريح. قال المعروف عند العرب انه لا يكذبون. ايش المعروف عند العرب انهم لا يكذبون؟ لعد مسلمه الكذاب هذا كان من اي دوله يا اخواني بارك الله بكم؟ كان من يعني بالله عليكم من اي دوله كان؟ فالعرب منهم من يكذب ومنهم من لا يكذب، فهذا مو جواب بارك الله بك شيخ. اتمنى تعيد الجواب بطريقه ثانيه في وقتك. اثنين، ذكر ان النبي صلى الله عليه واله قال لا تجتمع امتي على ضلاله. طبعا هنا الاجتماع يعني كلهم يجتمعون، طبعا مو كلهم يجتمعون على ضلاله، لان فيهم علي بن ابي طالب وفيهم الصالحين، فهذا ما له دخل في مساله الشورى. لاني انا ليش سالت اخواني سؤال عن مساله هل اجمع الناس على ابو بكر؟ هو قال نعم اجمعوا. لم يجمعوا. امامكم اخواني على الشاشه ان شاء الله سنظهر الناس، ركزوا بارك الله بكم. ها من باعتراف علمائهم، هذا شرح رياض الصالحين تمام من كلام سيد المرسلين لفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين، المجلد الثالث. ماذا يقول؟ يقول ولهذا نقول هل بايع كل الناس تمام أبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل بايعهم كل الناس حتى الأطفال والعجوز والمرأة في خدرها؟ شنو؟ قال أبدا لم يبايعوهم، ولم يأتي أهل مكة يبايعون أبا بكر ولا أهل الطائف ولا غيرهم، إنما بايعه منه يعني البعض. يقول أهل الحل والعقد، يعني ما أجمعوا، لا يوجد إجماع على أبو بكر. أنتم ترون أن مجموعة ما يسمى بأهل الحل والعقد بايعوا أبو بكر فإذا خليفة. طيب أيضا اجتمعوا الناس على السامر، يعني أصبح السامر خليفة ونترك هارون. هذا اخواني كلام يعني يخالف القرآن اصلا. فلذلك انا بينت لكم هذه المسألة. المسألة الثانية عندك سعد بن عبادة، هذا صحابي جليل وذكر في البخاري ايضا لم يبايع ابو بكر ولم يعترف به، حتى انه مات، يعني هو مو مات قتلوه، لكن قيل ان قتله الجن، وعمر كان يقول اقتلوا سعدا قتله الله. يعني فهذا سعد. عندك علي الزبير كانوا رافضين وغيرهم. علي بن ابي طالب عندك عائشه في صحيح البخاري تقول لم يكن يبايع 6 أشهر لم يبايع. اذا عن اي اجماع تتحدث بارك الله بك؟ يعني لما نتكلم عن الاجماع نتكلم بالدليل. لا يوجد شيء اسمه اجماع على بيعه ابي بكر، فاذا بطلت خلافته ابتداء. وايضا الاشكال ما زال الان بارك الله بكم. الاشكال ما زال، يعني انا الان اطرحه من جديد. عندك خيارين: هل أهل الشورى حينما اختاروا خليفة هل يتطرق الاحتمال أن يختاروا خليفة ظالم؟ إن قلت لا إذن جعلتهم معصومين. باختصار يعني أنا شنو دخلني بالمعروف وغير المعروف عند العرب؟ تمام. الله عز وجل يقول لما يتكلم عن المنافقين ذكر أنهم من الأعراب تمام ومن أهل المدينة ما ردوا على النفاق، والنفاق الله عز وجل يقول إن المنافقين كاذبون. يعني هذا ليس بدليل. اثنين، يقول طبعا هو ذكر شبهات كثيرة، مسألة أقوال العلماء في العقل والخبر. باختصار أنت لما تريد أن تلزمني بقول عالم، قول العالم عندنا لا يستدل به، يستدل له إلا إذا أنت جبت دليل على كلامه. يعني أنا ما يصير أنا أقدر ألزمك بمئات الأقوال للعلماء
ابو حنيفه كان يكفر منكر خلافه ابو بكر، يمكن انت ما تلتزم. انت نحن نتكلم في الدليل. حتى الذي قال بان الخبر لا يعمل في الاصول وانما العقل، يقصد ان العقل اولا هو مقدم على النقل، هو لا ينكر النقل. فهذه المسألة. وأنت ذكرت خبر أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، نعم صحيح، منو قال لك؟ أنا ما أنكر. وأيضا ورد عن علي عندكم أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. طيب شنو معناها؟ هو يقول خير هذه الأمة، يعني هذه الأمة ترى أن خيرها وأفضلها أبو بكر وعمر، خير هذه الأمة أبو بكر وعمر، تمام. والنبي عندكم بسند صحيح صححه الذهبي في المستدرك أن قال أن الأمة ستغدر بك يا علي من بعدي. فإذا نعم هي غدرت بعلي ونكرت أحقيته وفضله ورأت أنه خيرها أبو بكر وعمر. فإذا هذا ليس بدليل. باقي لي 12 ثانية. خلص أسئلتك إن شاء الله على المداخلة اللي ذكرني فيها لأن خلص الوقت. فلماذا لا تجيب على برضو أسئلتك بذكرني مو انت طرحت امور كثيره، انا ما انا تنقطع عن اسئلتي، انقطع عن اسئلتك. انا سالت سؤالين، انا اجبتك، انت بقى انا اجبتك بالله عليك، اجبتك انا اجبتك. طيب. انت بقى شوف، انا اجبتك، انت لم تقتنع بالاجابه، دي مشكلتك. لكن طيب انت ما اجبتنيش خالص. واحده انه انت منذر ولكل قوم هاد، انت تطرح 5 وثائق وبعدين تسال سؤالين، انا وانا لاحق ماشي يعني. انا بطرح برد على كلامك. انت بتقول شوف، يعني انت قلت 6 اشهر. طبعا انا اقول لك اقرا على اسئلتك. انت قلت 6 اشهر، قلت ابي حنيفه كفر كذا. ما ده كله كلام شبهات، ومع ذلك انا بجاوبك. فلما تجاوب على اسئلتي اسالني على الاجابه على الان اجاوبك اذا تحب، الان مباشره. شنو اسئلتك؟ لا في وقتك ابقى اجاوب لو تكرر ماكو مشكله. طيب طبعا يا اخوان، احنا ما زال السؤالين بتوعنا انا جاوبته وقلت له ان النبي قال لا تجتمع امتي على ضلاله. ولما اقول له العرب لا يعرف عنها الكذب، يقول لي شوف ما هو مسيلمه الكذاب. طب ما هو اتفضح بكذب. يعني المفروض ان الواحد لما بيكذب انفضح بكذب والناس كلها عرفت ان هو كذاب. معنى كده ان لو حد من العرب كان كذابا هيتفضح بالكذب، خلاص انتهى الموضوع. علشان كده ابو سفيان قال لولا ان يأسروا علي كذبا لكذبت عنه. قدام كفار، قدام هرقل ما عرفش يكذب وهو على الكفر، فما بالك بقى لما في الاسلام كل الامه تكذب علشان خاطرك. طيب بيقول ابو حنيفه كفر المنكر، ما انكر خلافه ابو بكر يا عزيزي الا الشيعه الروافض فقط. لكن انت المفيد كفر الامه كلها. قال اتفقت الاماميه على ان من انكر امامه احد الائمه وجحد ما اوجب الله عليه من فرض الطاعه فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. ده المفيد اوجب الخلود له في النار يا رجل علشان بس انكر 12 امام. طيب طبعا اخواني انا رديت عليه على التضعيف اللي هو جابه. هو بيقول لما جاء بيقول لي الناس لم تجتمع، يعني انت عايز النساء والصبيان. انت ما ردتش على علي بن ابي طالب عندما قال اهو ادي علي بن ابي طالب بيقول لك مش مهم النساء والصبيان. انت هنا مشكلتك مع علي مش معايا. ناقل البلاغه. شوفوا يا اخوان تحت عنوان الجدير بالخلافه: ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه واعلمهم بامر الله فيه، ولعمري لئن كانت الامامه لا تنعقد حتى تحضرها عامه الناس ما الى ذلك سبيل، ولكن اهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد ان يرجع ولا للغائب ان يختار. الا واني اقاتل رجلين، رجل ادعى ما ليس له واخر منع الذي عليه. فعندك 3 الزامات. هل علي بن ابي طالب قوله هذا صحيح وان ابا بكر وعمر ادعوا الامامه وعلي لم يقاتلهم؟ ام ان علي كان يعترف انهم خلفاء؟ ام ان هذا الكتاب نهج البلاغه هذا الكلام غير صحيح؟ ام ايه المشكله بالضبط؟ علي بيتوعد لا تقاطع. ما هو نفس الروايه. اصل انت ما اجبتش عليها في الروايه في المداخله الاولى. طيب دي حاجه. فالنساء والصبيان يا عزيزي، النساء فاطمه لا يوجد دليل على وجه الارض انها بايعت علي بن ابي طالب. هل نقول بقى ان خلافه علي تسقط لان فاطمه من النساء ولم تبايعه؟ لا يا عزيزي، ما عندكش ولا روايه في دينك كله ان فاطمه بايعت علي بن ابي طالب، ولا حتى الحسن ولا الحسين قالوا حتى له انت الخليفه او انت الامام او انت الامير. ما فيش. طيب يا اخوان، بيتكلم طبعا ادي كتاب شرح العقيده للشيخ ابن عثيمين اهو. يقول اهو شرح العقيده للشيخ ابن عثيمين، يقول طبعا هنا بيقول
ومن قال إنها لعلي بعد أبي بكر فهو ضال لأنه مخالف لإجماع الصحابة. ولهذا قال المؤلف وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة في مسألة الخلافة. فإحنا عندنا إجماع نقله ابن عثيمين في مسألة الخلافة يا عزيزي، فأنت اللي ما عندك. طيب دي المسألة الأخرى. طيب يا أخوان الله يبارك فيكم في مسألة ثانية. طيب أستاذ أصهر، أنا سؤالك أنا أجبت عليه. النبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا يشترط أن يجتمع كل الناس لبيعة فلان، بدليل قول علي بن أبي طالب ألا إني أقاتل رجلين، رجل ادعى ما ليس له وآخر منع الذي عليه. أولا رواية إن الأمة ستغدر، أنا أرجو يا أصهر لما تجيب رواية ما تقتطعش الكلام. هذا المستدرك على الصحيحين، سمعت عليا يقول إن الأمة ستغدر بك من بعد. اقرأ الأسانيد، لأن أغلب الأسانيد في هذا الكلام بتبقى ضعيفة، إسناده ضعيف مضطرب. يوسف بن أبي يعفور مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب. انتهى. تعال شوف أيضا وآدي المستدرك نسخة أخرى نفس الكلام، إن الأمة ستغدر بك من بعد، إسناده ضعيف لجهالة أبي إدريس. عايز إيه تاني؟ أدي عندك التاريخ الكبير للمفيد، في أيضا يقول ثعلبة ابن يزيد وفيه يقول إن الأمة ستغدر بك ولا يتابع عليه. يعني كل هذه آدي أيضا الأمة ستغدر، ضعيف 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 ضعيف، فما فيش إلا الضعيف. هرجع واسال السؤالين بتوعي هم الى الان. انا ما ضفتش اسئله، انا بس طلعت لك كلام علي بن ابي طالب في نهج البلاغه وعايزك ترد عليه. قال الشورى للمهاجرين والانصار. رقم 2 قال انه لا يشترط اجتماع الامه اهل الحل والعقد فقط. رقم 3 ايضا قال الا اني اقاتل رجلين. السؤالين، الامامه تكون عند الشيعه بالنص الجلي، قال المفيد وقال الطوسي هذا الكلام. الان هل النبي بروايه صحيحه سمى علي امام بنص جلي؟ الرقم 2 120,000 صحابي، من اعترف بأن علي منصب تنصيبا إلهيا وبايعه على ذلك، أو حتى قال له أنت أمير المؤمنين أو أنت الخليفة. دول السؤالين جاوب عليهم، وبعد كده بقى عقب على أسئلتي، اسأل أسئلة غيرها براحتك. جميل جدا. أخواني الكرام، هو قال إنه من قال، لا خذ وقتك الأول، خلي نبدأ الوقت. الله يعزك أخونا الفاروق، حيا الله الجميع. أرسل دعوة. أتفضل بسم الله. طيب أخواني الكرام بارك الله بكم، هو ماذا قال؟ قال من الذي قال أو اعترف تقريبا من الصحابة؟ اقبل. شلون ما قبلت؟ أنا قلت 120,000 من اعترف أن علي منصب تنصيب. طيب من اعترف؟ جميل جدا. من اعترف؟ نعم. الجواب أخواني ركزوا بارك الله بكم، لأنه راح أطلع وثيقة يمكن بحياتكم ما شايفيها. بارك الله بكم، جدا مهمة جدا مهمة. هو يقول من اعترف من الصحابة بأن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه ماذا؟ أنه هو الخليفة. أمامك راح أظهر لك على الشاشة. شوف هذا أخواني الكرام، شوف أنا كلامي بالدليل. هذا كتاب تاريخ ابن خلدون، تمام؟ في طبعا دار الفكر جزء الثالث صفحة 215. ماذا يقول؟ يقول وكان ابن عباس يقول إن الرزية، كل الرزية، طبعا هذا مو موضوعنا، موضوع رزية الخميس. يقول حتى لقد ذهب كثير من الشيعة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فيما روى. هذا طبعا ينقل قول الشيعة إلى أن يقول، اسمعوا، يقول وفي قصة الشورى أن جماعة من الصحابة، اخواني جماعة يعني نفس الجماعة أهل الحل والعقد، صحابة ذول كلهم عدول، تمام؟ نفس الشيء يعني خلاص. يقول أن جماعة من الصحابة كانوا يتشيعون لعلي ويرون استحقاقه على غيره. يعني الصحابة يعتقدون أن علي هو الخليفة الأول بعد النبي وليس أبو بكر. لا، لم يكونوا يعترفون في أبي بكر أنه خليفة أبدا. يقول ولما عدل به سواه شلون بالله تأففوا من ذلك وأسفوا له مثل الزبير. اسمع، ومعه عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وغيرهم. يلا هذول عندك الصحابة. اخواني تعرفون هو ما هي الكارثة التي وقع بها؟ هو ماذا يقول؟ يقول أن شيخنا ابن العثيمين قال من قال أن علي هو الخليفة الأول بعد النبي فهو ضال.
أعوذ بالله أخواني. يعني الآن بما أنه يعتقد بقول شيخه ابن العثيمين بأن الذي يعتقد باستحقاق علي دون أبو بكر بعد النبي فهو ضال، إذا سجلوا عندكم الشيخ هاشم هنداوي أثبت أن الصحابة عندهم ضلال لأنهم كانوا يقدمون، بل علي عنده أيضا ضال، لأن نفس ابن العثيمين إخواني، ابن العثيمين نفسه يعترف أن علي كان يرى نفسه أولى بالخلافة. إذن هو طعن بعلي إخواني الآن دفاعا عن أبو بكر، وطعنوا بالصحابة. إذن هدمت عدالة الصحابة، كيف يقولون كل الصحابة عدول؟ هذه مسألة انتهت. لماذا؟ هذا أمامكم على الشاشة، هذا كتاب التعليق، هو احتج بابن العثيمين، أنا أردها عليك من ابن العثيمين. التعليق على صحيح مسلم لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، الصفحة 80. ماذا يقول؟ لا يمكن أن نخطئ. طبعا هو هنا قبل شوي هو ذكر أنه ضال، الآن يقول لا يمكن أن نخطئ الصحابة رضي الله عنهم في بيعة أبي بكر، ونصوب علي بن أبي طالب فيما رأى. لماذا؟ اسمعوا الاعتراف الخطير. لأن ما رآه علي رضي الله عنه مخالف لظاهر ما جاءت به السنة. يعني كافر عندهم صلاة إذا خالف ظاهر ما جاءت به السنة، بعد شنو يبقى حتى يبقى مسلم؟ تمام. يقول وهو أنه أحق من أبي بكر وغيره لقرابته من رسول الله. إذن علي ما كان يعترف بالشورى، كان يعترف بالقرابة لأنه من أهل البيت. إذن نفس أدلة الشيعة إخواني هي أدلة علي. تمام. فلا حق لكم اليوم أن تفخروا إخواني الشيعة علي بارك الله فيكم، لأن احنا اتبعنا علي، وهم يعتقدون بأن الذي يقول بهذا القول فهو ضال مبتدع. إذن سجل عندك ورقة وقلم. المقداد، عمار، الزبير، علي بن أبي طالب وغيرهم كلهم ضلال. وين عدالة الصحابة؟ لا أعلم. هذا جوابي على سؤالك الأول. أما سؤالك الثاني في مسألة من قال بأن علي إمام، ورد عندنا بتصحيح الماحوزة أن النبي قال علي الإمام من بعدي. طبعا هذه أخبار أصلا متواترة عندنا، وإن شاء الله أعرضها لك إذا صار وقت، لأن ما بقي الوقت في هذه المداخلة. فهذه مسألة تتعلق بأسئلتك. بل زيادة على ذلك إخواني، هو ذكر ماذا؟ ذكر بأنه سند أن الأمة ستغدر بك من بعدي ضعيف. هذا أمامكم. هو ذكر نعم أسانيد ضعيفة أخرى، لكن هذا السند صحيح. هذا المستدرك على الصحيحين الجزء الثالث، ماذا يقول؟ صفحة 150. يقول هذا السند أمامك، يقول عن علي قال إن مما عهد إلي النبي أن الأمة ستغدر بي بعدها. ماذا يقول؟ قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وماذا يقول الذهبي تلميذ ابن تيمية؟ علماءك يقولون لا ينطق إلا بالحق، إمام الجرح والتعديل. ماذا قال؟ قال في التلخيص الصحيح. إذن هذا الحديث عندك صحيح، أنا ما يهمني تجيب لي يعني شنو الفرق، تجيب لي أسانيد ضعيفة أخرى. تمام. ومسألة أن المفيد كفر من جحد بالإمامة، هذا الذي جحد يعني أقيمت عليه الحجة ونكر. والكلام اللي ذكرته في نهج البلاغة هذا يقاتل على من ادعى ما ليس له بشرطه وشروطه، لكنه كان مقيد بوصية النبي. لما أصبح مع رجل انتهت المسألة. فأنا جاوبت على كل أسئلتك، تفضل. طيب أولا أنا كان سؤالي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم 120,000 اعترف أن علي بن أبي طالب هو الخليفة. قلت لي المقداد وعمار وسلمان عندي ضلال. لا، أنا مش ضلال، عندك أنت اللي ضلال، لأن أنت لم تخرج لنا رواية شيعية على وجه الأرض أنهم بايعوا علي أو اعترفوا بخلافة علي. ما يلزمك يا عزيزي، لا يلزمني أنا، ركز في المناظرة المحاورة، ما يلزمك أنت، لا يلزمني أنا لما ألزمك ب120,000 صحابي يبقى يلزمك أن تأتي برواية شيعية أن هؤلاء الأربعة بايعوا علي أو اعترفوا بخلافة علي. أنت لم تخرج أي شيء، فقط جبت لي الكلام للشيخ ابن عثيمين، وأنا هطلع لك كلام ابن عثيمين. السؤال الثاني أن علي قال أنه إمام، ما جبت أي رواية. بتقول جاوبت وانت ما بتطلعش اي روايه ان الامه عن علي. يا عزيزي قلت لك لما تقرا الروايه اقرا السند، لان الامام الشيخ الالباني يقول ان قول العالم حجه بشرط الا يقابله قول حجه اقوى منه. يعني قول يرد لما يكون فيه راوي في السند ضعيف، يبقى خلاص الحجه بطلت. هذه المساله. وبعدين انت سبحان الله لما جبت لك عالم شيعي انت ولا التفت له، قلت له والله قول العالم لا يحتج به. فلا لا تقل قول العالم لا يحتج به ثم تحتج بقول العالم. يا عزيزي ايش هذا التناقض يا اخوان؟ شفتوا التناقض في دقيقه. قول العالم لا يحتج له، مع ان محمد رضا المظفر قال لك ان قول العالم مثل قول الامام، قول المجتهد عنده مثل قول الامام. لكن لا تاتي بقول عالم وتجعله حجه، اذ انك انت اسقطت قول العالم.
دي واحد. تعالوا بصوا يا اخوان، ادي العالم اللي هو اسقط قوله. احنا طلعنا هذا الرجل يا اخوان، سماحه السيد مهدي، لما قال هذا الكلام وامرهم شورى وشاورهم في الامر واطيعوا الله ورسوله، وان هذا بالقائد الاسلامي هو ولي الامر، هل اثر الله قبل؟ قال لك لا، قول العالم لا يحتج له، اذا لا يحتج به، اذا اي قول عالم يجيبه اثر الله هنطلع له نفس الوثيقه ونقول له انت الحين اسقطت قول عالم، انت الحين اسقطت قول عالم من علمائك، فلا تستدل بقول عالم. ده واحد. رقم اثنين، ادي مين؟ ادي يا جماعه الجرح والتعديل ماذا يقول؟ شوف، مما يدل على ان الرجل قصد التلخيص لا التحقيق، يعني الذهبي قصد تلخيص مستدرك الحاكم، ما قصد التحقيق، غير ان الذهبي نفسه في سير اعلام النبلاء يقول ان مستدرك الحاكم يحتاج تدقيقا وتحقيقا. طيب، فلا تستدل بها. ادي عندي السنه، ادي الروايه، لما اجتمع الناس على ابي بكر فقال ما لي لا ارى عليهم، فذهب رجال من الانصار فجاءوا به فقال يا علي ابن عم رسول الله وقد توردت ان تشق على المسلمين، قال لا تثريب يا خليفه رسول الله، اقسم بالله العلي العظيم لا يوجد واحد من 120 ألف صحابي قال لعلي بن ابي طالب يا خليفه رسول الله، لا المقداد ولا سلمان ولا ابو ذر، واتحدى من الان الى ان يرث الله الارض ومن عليها، قال ابسط يدك ابايعك. وكذلك الزبير قال يا خليفه رسول الله. فالله اكبر يا اخوان. فاحنا ما نحتاج ان احنا يا عزيزي الروايه عندنا حدثني. لما تقرا بسند روايتك الاول، لما تجيب لنا روايه بالسند، ما تقطعش الروايه وتطالب بالسند. انت قلت عن علي كذا كذا كذا، فين السند؟ فلما تقرا الروايه كامله تبقى تطالب بالسند. واحد، السند اولا صحيح. ادي واحد شيعي كمان يا جماعه علشان ندعم الكلام. فرق الشيعه للنبختي، الحسن النبختي، اكيد انت عارف مين ده كويس. فصار مع ابو بكر السواد الاعظم والجمهور الاكثر، فلبثوا معه ومع عمر مجتمعين عليهما راضين بهما. الله اكبر. عثيمين علشان اريحك منه برضه، كلام ابن عثيمين يا اخوان، محمد صالح ابن عثيمين، هنا كلام ابن عثيمين يقول، هنا نفس الكلام ابن عثيمين في معرض الكلام يقول والله لئن سالناها، ينقل روايه في صحيح البخاري عن علي، والله لئن سالناها رسول الله فمنعناها لا يعطيانها الناس ابدا. يعني ابن عثيمين ينقل ان علي لم يسال الاماره رسول الله. فلو انت بتعترف بكلام ابن عثيمين فما ينفعش تاخذ منه اللي يعجبك وتسيب اللي ما يعجبكش. ابن عثيمين هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك اهو ولو ان الرسول منعناها اياها وفيه احتمال ان يمنعها ما فيه او احتمال قوي، لان علي بن ابي طالب يعرف ان الرسول خلف ابو بكر. هل تقبل كلام ابن عثيمين؟ عشان تعرفوا اخوان الشيعة يقتطعوا الكلام. اهو يقول اهو لان علي بن ابي طالب يعرف ان الرسول خلف ابا بكر في الحج وخلفه في الصلاه. والله اكبر. الأسئلة بتاعت السؤالين برضو إلى الآن ما أخذت عليهم جواب وكررتهم مرتين، وأنا أسئلتك جاوبت عليها وشبهاتك جاوبتك عليها. فالحين أجبني يا عزيزي على أسئلتي الاثنين. أريد واحد من 120 ألف برواية شيعية صحيحة، لا تأتيني بمصدر سني، رواية شيعية صحيحة أنه اعترف أن علي خليفة أو منصب أو إمام. رقم اثنين، أريد رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب علي برواية أنه إمام، هكذا. نعم. طيب، ممكن بس قبل ما تبدا الجوله تقرا السند، واي سند تريد انا والله اطلع لما لك والله طلع لي ماشي، طلع لي السند ان الامه ستغدر بك من بعد كده، طلع لي اقرا لي السند. اي، وبعدها تعطيني السند اللي قرأته اللي رفضته. وبعده اعطي لك السند اللي قريته. نعم، طلع لي السند، اقرا لي الروايه كده. ابشر. نعم، هذا هو السند، هذا هو. اقرا. حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد الجمحي بمكة، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عمرو بن عون ابن عون، كمل عن إسماعيل بن سالم عن أبي أدريس عن علي رضي الله عنه. أيوة نعم. أيوة. شوف، إسناده ضعيف لجهالة أبي إدريس راويه عن علي. إيه، أرد عليك هذه النقطة إن شاء الله. ممكن تقرأ لي سندك؟ نقرأ لك سندنا. أيوة. نقرأ لك سندنا. طيب،
طيب نقرأ. هو عايز السند بتاعنا يا اخوان، نطلع له الرواية بتاعتنا. الرواية بتاعتنا طبعا هو عايز هذه الرواية. قال حدثني عبيد الله ابن عمرو القواريري قال نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى نا داود ابن أبي هند عن أبي نضرة قال لما اجتمع الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي الرواية خلاص نطلعها لك. وضح نعم. السند، وضح السند. يلا عن اتفضل، خد الجولة. الوقت، خد الوقت بتاعك. يا الله يا كريم، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا إخواني السند اللي ذكره ضعيف. ما لماذا؟ تنساش لأنه أمير. السؤالين بتوعي بس، علشان لو سألتني مش هجاوبك إلا لما تجاوب على وقتي أسئلة. الآن وقتي، بارك الله بك. اتفضل اتفضل. السند إخواني اللي ذكره ضعيف. لماذا؟ لأنه أمير المؤمنين في الحديث شعبة، الملقب بإمام الجرح والتعديل وخليفة في الحديث، وهو من السلف عندهم، هم أتباع السلف الصالح. يقول ما رأيت أحدا من أصحاب الحديث إلا يدلس. هذا ذكرها المزي في كتابه. قال إلا ابن عون وثاني مرة، وسندك ليس فيه لا هذا ولا ذاك، بل فيه مدلسين، وهو يقول التدليس أخو الكذب، ولئن أزني أحب إلي من أن ندلس، فإذا هو ضعيف عندك، فهذا قدح. اثنين، أنا سندي اللي أنا ذكرته، أنت ذكرت جهالة أبي إدريس. جهالة أبي إدريس ردها شيخك الذهبي تلميذ ابن تيمية حينما لخصه ووافق الحاكم. وأنت ذكرت أن هنالك فرق، طبعا ذكرت قول عالم أن هنالك فرق بين التلخيص والتحقيق. طيب شنو المشكلة؟ ما هو قاعد يلخص تصحيحات الحاكم فيوافقه، هذه يوافقها، هذه يعترض عليها، هو خلاص شنو المشكلة؟ إذا هو التلخيص يأتي فيه التحقيق جزئيا، والذهبي عندك أعلم الناس بالرجال تقريبا، يعني إمام الجرح والتعديل، وهو رأى مسألة أبي إدريس ووثقه، انتهت المسألة، قال في التلخيص صحيح. فأنت لا تأتيني بعلماء متأخرين، هؤلاء العلماء المتقدمين عندك أو القدامى. فإذا هذه النقطة انتهينا منها. النقطة الثانية، طبعا أنا أسئلة جاوبت عليها، وإن شاء الله أيضا راح نكمل الجواب. إخواني بارك الله بكم، اولا هو يحتاج اخبار، طبعا يحتاج دائما بكلام عالم. انا ذكرت له هو لا يفهم معنى قول العالم لا يستدل به، يستدل له. قلت له بانه اذا كان بدون دليل، يعني انت ما قدمت دليل كلام العالم، اذا لا يستدل به، يستدل له، مو معصوم العالم سواء كان سني او شيعي. تمام؟ فهذه هي المساله. فانت لا تحتاج، يعني كيفك انت تريد تضيع وقتك في مداخلاتك تحتاج قال فلان قال فلان قال فلان. طيب وبعدين يعني شنو؟ ما راح ياثر علينا بشيء، لأنه لازم تأتي دليل قول العالم وليس فقط قال العالم. تمام؟ وإلا أنا أقدر أعطيك 100 عالم قال بخلافه، يعني وبعدين العلماء يختلفون. طيب طبعا ذكر عدة أمور، وأنا أيضا ذكرت عدة أمور. إخوان هو هل أجاب، أسألكم بالله، هل أجاب على مسألة أن الخليفة من بني هاشم، الهادي من بني هاشم؟ أسألكم بالله في أول مداخلة طرحتها هذه أمامكم، شوف هذه تنهي النقاش اخوان، هذه المفروض انتهت المناظره، اقطع نزاع القوم، لان ابو بكر مو من بني هاشم، هؤلاء الذين يعتقدون به مو من بني هاشم. امامكم اخواني على الشاشه، انا راح اعيدها، اضطر اعيدها واطرحها حتى لعله وعسى يرد علي. هذا المسند على المسند للامام احمد بن حنبل، ماذا يقول؟ قال رسول الله لما ذكر هذه الايه انت منذر ولكل قوم هاد، هذا اخواني قران. قال رسول الله المنذر والهادي، اثنينهن مو واحد، المنذر والهادي رجل من بني هاشم. ويقول المحقق اسناده صحيح فيها في الصفحه 48، لم يرد على هذه. والنبي عنده ماذا قال؟ اخواني بارك الله بكم، ذكرنا احنا عده مسائل. هذا الكتاب امامكم فتح الباري بشرح صحيح البخاري لشيخ الاسلام بن حجر العسقلاني في الصفحه 260، يقول ما اخرجه الطبري باسناد حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الايه وضع رسول الله يده على صدره وقال انا المنذر واومأ الى علي، لم يومئ الى ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاويه ولا اي واحد، اومأ الى علي. وماذا قال؟ وقال انت الهادي بك يهتدي المهتدون بعدي. اخواني اتمنى تركزون على كلمه بعدي، هذا دليل على الخلافه بعده، بك يهتدي المهتدون بعدي، بعد رسول الله وليس بعد عثمان خليفه رابع. فهذه اخواني ادله واضحه جليه من كتبهم، بل زياده على ذلك. هذا امامكم اخواني
هذا كتاب ايضا كتاب المسند لابن احمد بن حنبل. ما بيقول النبي في صفحه 497 يقول: لا تقتلوا علي فانه مني وانا منه وهو وليكم بعدي. وانه مني وانا منه، كررها مرتين اخواني، وهو وليكم بعدي. يا اخواني النبي تفنن عندهم في التبليغ لعلي، هذا اسناده صحيح. وعندهم خبر ذكره صححه الالباني حسنه، هو يحتج بقول الالباني، الان راح ينكر قول الالباني. ماذا يقول؟ قال: وانت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. من بعدي، رد على كلمه من بعدي. بارك الله بك. للاسف انتهى وقتي، يعني كان عندي كلام لكن تفضل. مم. يا الله يا كريم يا ولي الصبر. ارسل. طب أنا أسأل أي واحد عنده ذرة عقل، هل جاوب على نهج البلاغة أو تطرق لكلام عليه بشيء ولا الهوى ولا كأنه سمعه أصلا؟ هل أجاب على الخلخاني الذي قال بالشورى؟ ما جاوب. قول عالم وضرب عرض الجدار. قلت له: أين النبي قال أن علي إمام بالنص الجلي؟ والله العظيم ما جاوب ولا أتى بأي رواية. خطبة علي بن أبي طالب في نهج البلاغة لما قال ليس للشهد أن يرجع، والله ما أجاب عليه. ابن عثيمين بفضل الله أنا بجاوب على كل شيء. هل أجاب على النبختي الذي قال بالسواد الأعظم؟ أقسم بالله العلي العظيم ما جاوب. أنا مسجلهم لك، كل حاجة تنقطع أنا كده مسجلها لك. أهم سؤالين من أول المناظرة، هو أنا هقعد أعيدهم وأزيدهم يا رجل؟ انت الان شوف الروايه اللي تبطرها، اعلم يقينا كاني ما سمعتهاش. لازم تقرا الروايه بالسند وتقراها كامله. الروايه المبطوره عندي ولا كاني سمعها، مع اني اثبت لك ايضا انا الحمد لله طلعت روايات صحيحه، فمش محتاج ان انا اظهر بعد ذلك كلام الذهبي. انا دلوقتي اوريك شغله بس كده، اوريك شغله كده. بصوا يا اخوان، شوفوا الذهبي نفسه قال لك تجيب لي كلام المتاخرين، لا انا جايب لك كلام الذهبي نفسه. بص كلام الذهبي نفسه، ده سير اعلام النبلاء اهو. يقول يقول وباقي الكتاب مناكير وعجائب. يقول وعجائب لما يتكلم عليه اهو. يقول شوف: وحديث الطير بالنسبه إلى السماء وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصر ويعوز عملا وتحريرا. الذهبي نفسه بيقول لك هو عايز عمل وعايز تحرير. طيب ادي عندك كلام شعبه، انت مع احترامي يا عزيزي علشان ما بتقراش الاسانيد للناس فالناس بتصدقك. ادي مسند ابن الجعد وادي روايه شعبه عندما قال محمد. عمركم شفت واحد بيضعف الروايه يقول لك اصل شعبه قال يدلسون يبقى كل الروايات ضعيفه؟ انا الان هسقط لك كل روايات اهل البيت في كتبك بنفس القول عالي. الروايه فيها محمد بن معاذ قال حدثنا معاذ عن شعبه قال ما رايت احدا من اصحاب الحديث الا يدلس الا ابن عون وعمرو بن ميمون. في كتاب سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوعه للشيخ الالباني ماذا قال؟ يقول قلت وهذا سند ضعيف مسلسل بالمجاهيل. قال ابن المديني لا نعرف محمد بن معاذ هذا ولا أبا، وهذا إسناد مجهول. فيا عزيزي سبحان الله، أنا بقى أسقط لك كل روايات أهل البيت. أنت بقول لك الحوار مش في حوار جرح وتعديل، فما تجيبش كلام جرح والتعديل. عايز ضعف نقد علمي، لكن هتخش في الجرح والتعديل انت بتخرج بره المناظره. لكن ما دام اتكلمت في نقطه جرح وتعديل هرد عليك في نقطه، وانا قلت لك الكلام ده. خرجت بايه هنخرج بشيء، وانا مغمض اهو. في كتاب وسائل الشعر الحر العامل المجلد 30 الصفحه 260 قال بل يستلزم ضعف الاحاديث كلها. طب يا الحر العاملي سيب لنا 5 ولا 6 لاهل البيت. لا، قال كلها عند التحقيق. كل روايات اهل البيت عندك ساقطه سندا ومتنا على كلام الحر العاملي. قال هكذا: واصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا في الراوي العداله، ويلزم من ذلك ضعف جميع احاديثنا عند التحقيق. وسائل الشيعه المجلد 30 الصفحه 260. فيا عزيزي لا تذهب الى الجرح والتعديل، مناظرتنا ليست في الجرح والتعديل. انقض بعلم. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا اخوان، وسائل الشيعة اخباري لا تنسى. وسائل الشيعة اخباري، ما هو قال لك اصحاب الاصطلاح الجديد اشترطوا في الراوي العداله فيلزم من ذلك كل ضعف جميع احاديثنا. يا عزيزي اجدد دلوقتي يعني ما يصير يا عزيزي، ما قطعت. لا تفضل. انت بقول لك ما تتكلم في الجرح. احنا نظرتنا الخلافه بعد النبي،
عندك راوي، عندنا مشكله في الروايه، احنا بنجاوب على الروايه زي ما انت بيبقى عندك بتجاوب على الروايه، لكن هتروح بقى للجرح والتعديل ده موضوع ثاني خالص. فلا تتطرق لمثل هذه الامور، ما تجيبليش حاجه عن مجهول وتيجي تقول ايه. طيب بصوا يا اخوان، الله يبارك فيكم. عندنا في رسائل الشريف المرتضى ماذا يقول؟ الشريف المرتضى يقول، شوف اسمع، ده قول الشريف المرتضى، رسائل الشريف المرتضى: ودعنا من مصنفات أصحاب الكتب من أصحابنا فما أولئك محتج ولا من يعرف الحجة، ولا كتبهم موضوعة أصلا للاحتجاج. يعني حتى كتب أهل البيت يا رجل، الشريف المرتضى يقول لك مش موضوعة للاحتجاج. فبلاش نخش في الجرح والتعديل، خلينا في موضوعنا. أنت الآن إلى الآن لم تجيب على ولا سؤال، لم تثبت لا عمار ولا المقداد ولا سلمان اثبتت في دينك انهم ضلال، لم تثبت انهم بايعوا علي او اعترفوا ان علي بن ابي طالب خليفه. 120,000 صحابي ما فيش ولا واحد يعترف ان علي خليفه يبايعوا. نهج البلاغه، الخلخاني بالشورى، النبختي السواد الاعظم، خطب علي بن ابي طالب، اين قال النبي بالنص الجلي، كل دي اسئله وعلامات استفهام ما فيش عليها جواب الى الان. طيب رجاء ما تخرجش بره الموضوع عندك علشان هتجيب لي حاجه وتجيب لك، رجاء خلينا في الموضوع رجاء. نعم. سؤالين تحب تطرحهم حتى لما ابدي المداخله اجاوب عليهن؟ انا بقول لك اهو، الان في 120,000 صحابي، اريد روايه شيعيه صحيحه ان واحد من هؤلاء بعد موت النبي اعترف ان علي هو الخليفه بعد النبي او الامام بعد النبي، بروايه شيعيه صحيحه. رقم 2، عند اهل السنه هل يوجد نص جالي عند اهل السنه مش عند الشيعه ان النبي قال بهذا اللفظ علي امام؟ لان المفيد والطوسي قالوا ان الامامه تكون بالنص الجلي، فاذا كان لا يوجد عند اهل السنه نص جالي على امامه علي فلا تلزمنا بما تلزم به نفسك يا عزيزي. نعم، دول اهم سؤالين، والكلام بتاع النبختي بقى خطب ناجي البلاغه ومثل هذا. ابدا الجوله. نعم يا الله، سيأتي جواب إن شاء الله يا أخواني يسر الناظرين. أرسلت أنت؟ أنا أرسلت. نعم طبعا بدي أختصر اللي أي أجوب كلام على مسطور أنا لا أقبله من غير سند ومن غير اسمع بارك الله بك. هو يريد دليل صحيح أن الصحابة اعترفوا بعلي تمام من كتب الشيعة. أبشر، سأعطيك سند تقريبا صححه قرابة 40 عالم شيعي، مو واحد، تقريبا إجماع عليه. ذكره الشيخ الصدوق في باب محض الإسلام وشرائع الدين، تمام. وحتى الشيخ الصدوق صحح على فكرة اخواني. ماذا يقول؟ خلينا، نعم، يقول: والولاية لأمير المؤمنين عليه السلام والذين مضوا على منهاج نبيهم ولم يغيروا ولم يبدلوا، يعني هؤلاء ما عصوا عليا طرفة عين ولم يبدلوا، فإذا التزموا ببيعتهم له في يوم الغدير، بايعوه. يقول مثل سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود، اسمع كم واحد، وعمار بن ياسر وحذيفة اليماني وأبي الهيثم بن التيهان وسهل بن حنيف وعباد بن الصامت وأبي أيوب الأنصاري وخزيمة بن ثابت في الشهادتين وأبي سعيد الخدري وأمثالهم رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم. هذا اخواني الكلام. السند ما ابشر، السند طبعا صححها قرابه 40 عالم ولها سندين، يعني ما تقدر حتى لو ضعفت سند، لكن مو مشكله. السند يقول: حدثنا عبد الواحد محمد بن عبدوس النيسابوري في شعبان، طبعا هو يقول رضي الله عنه، قال حدثني علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شعبان، تمام، الى ان يقول: قال سالت المامون علي بن موسى الرضا عليه السلام. هذا السند امامك، والسند نفس الشيخ الصدوق صححه، تمام. وقتي انا اضيع وقتي، قرات لك السند. فالان اخواني بارك الله بكم، جاوبنا على هذا السؤال. مساله ان النبي قال يا علي انت امام او كذا، يعني بارك الله بك، هو الخلافه هي الامامه عندكم، الخلافه هي الامامه، هو الخليفه امام على الناس. يعني ما انا اعطيتك ان النبي قال علي وليكم من بعد ما رديت عليها، اعطيتك ان النبي قال علي خليفتي في كل مؤمن من بعد ما رديت عليها. فاذا هذا يعني سؤالك عبثي حقيقه. اثنين اخواني بارك الله بكم، هنالك طامه كبرى للاسف الشديد، انا تمنيت الشيخ هاشم عنده ما يقع بها، لكنه وقع بها. ما هي؟ حتى يضعف كلام شعبه، ضعف لا حول ولا قوة إلا بالله، ضعف محمد بن معاذ إخواني من رواة صحيح مسلم. يا رجل افتح تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي،
ستجد أنه ماذا يقول. طبعا هو ذكر شخص حتى أخوان حتى يرقعون هذه المسألة، بعض العلماء قالوا عنه مجهول. هو يقول لما ذكره يقول ماذا محمد بن معاذ، تمام، إلى أن يقول وقد ينسب إلى جده وجده عباد بن معاذ أخو معاذ بن معاذ، تمام. يقول روى، طبعا يذكر من روى عنه وكذا، يقول روى عنه مسلم وأبو داود وإبراهيم بن محمد وإلى آخره. يقول قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال صدوق ليس به بأس. وقال أيضا سمعت أبا زرعة يقول، تمام، قدم الري، تمام، وإلى آخره. فإذا هو من رواة مسلم يا رجل، من رواة مسلم. هذا راجع في الصفحة 474. فإذا إخوان هو ضعف يعني صحيح مسلم. زين، الآن بالنسبة للأمور اللي طرحها، طبعا ذكر أن الذهبي يقول أن المستدرك يعوز عملا وتحريرا. نعم صحيح، لهذا السبب هو لخصه يعني. وبعدين يعني هذا مو رد، هذا مو جواب. هو لماذا لخص المستدرك؟ هو قال يعوز عملا وتحريرا، فبعد ذلك لخصه. طيب إذا انتهينا من هذه القضية. الآن إخواني بارك الله بكم أجبت على أسئلته وطرحت ما لدي. الآن أنا أكرر، أتمنى أن تجيب عن مسألة أن الخلافة من بني هاشم. طلعت لك بوقتها الوثيقة من المسند أمامك على الشاشة والسند، وبينت لك حتى تصحيحه، وطلعت لك الوثيقة الثانية من كتاب فتح الباري. والآن سأخرج لك، شوفوا إخواني بارك الله بكم، إحنا نريد مناظرة علمية إخوان، أنا أتمنى جواب. عندك، تمام، هذا كتاب ابن حجر الهيثمي الصواعق المحرقة الصفحة 139، لما يذكر حديث الغدير، تمام، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وأحب من أحبه وابغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر معه الحق حيث دار. يعني علي حينما رأى نفسه، حينما اعترف ابن العثيمين أنه أولى بالخلافة، إذن هو على الحق. اسمع، يقول وقد أخرجه جماعة الترمذي والنسائي، لما يتكلم عن هذا الحديث، وأحمد، وطرقه كثيرة جدا، ومن ثم رواه 16 صحابيا، وفي رواية لأحمد أنه سمعه من النبي 30 صحابيا، تتريد الصحابة، اسمع، وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خلافته. إذن الصحابة فهموا أن هذا يدل على الخلافة يوم الغدير. فكم سؤال صار يا شيخ هاشم ما تجيب عليه؟ يعني انتهى وقتي. والله أنا بجاوب والله، لكن أنا بصراحة لم أجد منك مجاوب على خطبة نهج البلاغة، ولم تتطرق له ولا الشاهد ولا أي. الآن أي سؤال أطرحه أجيبه مباشرة. لا ما في وقتك، ما أنت ما تخلص وقتك وتقول لي اطرح سؤال. لا يا عزيزي، يا عزيزي أنا بعطيك 5 دقائق، أنا هو بجاوب كل كلامك. الرواية اللي أنت جبتها أنا ضعفتها، فمش محتاج إن أنا أكرر. الآن أي سؤال يعجبك اسأله مباشرة أجيب عليه بدون لف ودوران. اديني وقت يا عزيزي بعد ما يخلصوا النص ساعة. معلش أنا جبته طبعا أخواني، بس بالله عليكم يا أخوان، أولا قال لنا إيه موجود وفي صحيح مسلم. ارجع يا عزيزي، أي حاجة طلعها خلينا نشوف على الشاشة، خلي الناس تشوف. أنا لا أصدق الشيعي، سامحني، أنا لا أصدق الشيعي. فانت لما تقول لي لا هو موجود في صحيح مسلم، انا اطلع لك يا عزيزي، ما تقاطعني، انت طلعنا لك ان هو مسلسل بالمجاهيل، كلام مسلسل بالمجاهيل، ثم التدليس انواع واخره. طيب هو الان ياتي بتصحيح الشيخ احمد شاكر. ادي الشيخ ابن باز ماذا يقول يا اخوان؟ شوفوا كده. طيب يقول ما درجة حكم الشيخ احمد شاكر؟ يقول الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه، ماذا يقول الشيخ ابن باز؟ أما الشيخ الفاضل أحمد شاكر رحمه الله فيجنح إلى التساهل في الحكم على الحديث. وطلعنا لك الذهبي أنه قال أن الكتاب يحتاج إلى تحرير وتعويض، خلاص مش محتاج. وأدي الكلام أيضا الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح يقول وأصحاب الصحيح إذا رووا لمن قد تكلم فيه فإنهم ينتقون من حديثه ما لم يتفرد به، بل وافق فيه الثقات وقامت عليه الشواهد. إخوان، قال لكم أنا عندي إن النبي صححها جمهور العلماء. أنت تعرف يا عزيزي إن علماءك قالوا إن الرواية دي جاءت عن المجاهيل؟ تعرف إن الرواية دي يا عزيزي جاءت عن المجاهيل؟ مشكلتك يا أستاذ إن أنت للأسف يعني أتيت الرواية اللي أتيت بها يا عزيزي فيها عبدوس اللي أنت قرأته 40 حديثا معتبرا، عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس، والترحم عليه، وذكر بعضهم الموارد فوضع حديثه بالأصحية، ودعوى أن ذلك لا يدل على وثاقته والمدح غريب. اسمع ده مجهول يا رجل. في كتاب مشيخة الفقيه الشيخ محمد جعفر شمس الدين المجلد الأول
صفحة 99. عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري مجهول. ما لي لا أرى الضحكة سكتت. يأخذون دينهم عن المجاهيل يا أخوان، ما يأخذون دين. شوف عبد الواحد بن عبدوس مجهول ويجي يحتج علينا. معجم زبدة المقال للشيخ بسام مرتضى الله كيف مجهول. ما لي أرى الضحكة قد كفلت. طيب تعالوا طلعنا له يا اخوان قول شعبة انه قال مسلسل بالمجاهيل لا نعرف محمد بن معاذ هذا ولا ابوه، لا نعرف من هو ولا ابوه ولا اجد في روايه وهذا اسناد مجهول. طيب يا اخوان عندك ايضا يقول الروايه وهو وليكم من بعدي يقول نقول هذا الحديث باطل لان في اسناده اجلح وهو شيعي. انفرد اجلح يعني احنا راوي ينفرد بروايه عايز تلزمنا بصحتها يا رجل، فرض بها شيعي فالروايه عندنا لا تصح. طيب اذا يا اخوان ياتي بالروايات عن المجاهيل حتى لما يجي يستدل في كتبه سبحان الله لا ياتي الا بالمجاهيل. الله. طيب بالله عليكم هل اجاب على نهج البلاغه؟ هل اجاب على خطبه؟ ده انا طلعت لك كلام خطبه الامام علي مرتين. هل اجاب على نهج البلاغه؟ ما اجاب على نهج البلاغه. ايضا في كتاب شرح البدايه في علم الدرايه يا اخوان يقول السيد محمد رضا الحسيني هتفضل يا مؤمن حتى عند الشيعة رجل التدليس ليس قدحا وليس كذبا. محمد رضا الحسيني يقول والتدليس ليس كذبا بل تمويه. تمويه يعني ليس كذبا فلا يقدح في العدالة أصلا. يقول ومرجع هذا التفصيل أن التدليس غير قادح في العدالة. فأنت يا عزيزي روح احتج على علمائك. طيب شوفوا يا اخوان ايضا استدل بايه؟ طيب انا عندي سؤال رقم 3. الاسئله بتاعتي ما زالت قائمه الى الان قسما بالله لم يجيب على سؤال. عندي سؤال رقم 3. النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب مرآة العقول المجلد 25 صفحه 180 الرسول قال لعلي بن ابي طالب بذلك مالك ودمك دون دينك. الحديث صحيح. والخامسه بذلك مالك ودمك دون دينك. اذا كانت الامامه اصل من اصول الدين فانا أقول لماذا علي بن أبي طالب لم يقاتل لأجل الإمامة؟ ما العلة التي منعته أن يخالف وصية رسول الله ويقاتل لأجل الإمامة؟ جاوبني على كلام علي بن أبي طالب في نهج البلاغة، جاوبني على الوصية، جاوبني على النبختي، على الخلخاني الذي قال بالشورى والسواد الأعظم، جاوبني على خطبة علي بن أبي طالب في نهج البلاغة، جاوبني أين النص الجلي؟ هل يوجد عند السنة؟ أنا بسألك عند السنة نص جلي جلي يا رجل يعني علي إمام هكذا. أي رواية عندك جبتها انفرد بها شيعي عندنا غير صحيحة يا عزيزي. فأجب على أسئلتي. طيب أبشر إن شاء الله نبدأ من سؤالك الأخير. أطلب. أوافق. نعم. جاء اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا اخواني السؤال اللي طرحه مال مسألة بذلك مالك ودمك دون دينك، نعم من قال اننا نضاعفه؟ نعم حديث صحيح ولا اشكال فيه، ولكن بشرطه وشروطه. ايضا نفسه النبي، انت مو تحتج بحديث النبي، نفسه النبي عندنا اوصى علي قال له ان يكن معك 40 رجلا فجاهدهما وان لم يكن فكف واحقن دمك. اما الشهادة من ورائك. فعلي كان موصى بوصية. نعم بذلك مالك ودمك دون دينك هذه الاشخاص العاديين اللي مو موصين بوصية رسول الله، لكن علي عليه عاتقه الحفاظ على بيضة الاسلام والحفاظ على حياته من اجل بقاء الدين. فهذه بشرطها وشروطها. فشفت ايش قد الجواب سهل. 2 يقول اخواني للاسف للمرة الثانية يقول حديث وليكم بعدي ضعيف. تخيلوا لماذا ضعيف. يقول ذكر عالم انه ضعف، مو ضعف هو ما ضعف اجلح، قال انا اجلح شيعي. جميل جدا. يعني اذا الراوي كان شيعيا اذا هو لا يحتج به والحديث ضعيف. اذا لماذا علماءك اعترفوا وعلى راسهم الذهبي تلميذ ابن تيمية وابن قتيبة ان الصحابي ابو الطفيل شيعي؟ ضعيف هذا الصحابي اخواني. ايضا طارت عدالة الصحابة. طيب شيخ البخاري عندك عبيد الله بن موسى
الذهبي ذكر أنه شيعي وهو خلي شيخ بالك أنت البخاري كده بتتكلم في الجرح والتعديل. ها إيه، أجيب على شبهتك من حقي. أبشر. فإخواني بارك الله بكم، كيف شيعي يضعف؟ هل فقط التضعيف على المذهبية؟ طيب البخاري روى عن النواصب، روى عن عمران بن حطان وهو كان ناصبي رأس الخوارج عندكم، وروى عن عن المعتزلة، وروى عن حتى القدرية، وعن كل شيء روى. من متى كان التضعيف على أنه شيعي؟ خلاص عندك صحابة شيعة كانوا علماء يقولون خلاص صاروا ضعفاء. اخوان هذا رد. ثاني شيء، تعرف الأجلح هذا من؟ للأسف الشديد اخوان احنا قاعد نتناقش في امور المفروض يعني ما نتناقش بها، تمام، للأسف الشديد. طبعا هو ذكر رواية عن الأجلح. طبعا على فكرة أنا ما أريد أقول هو دلس، أنا روايتي مو عن الأجلح. تعال تفضل بارك الله بك. يعني أنت لما تضعف روايتي ما يصير تجيب سند ثاني مثلا وتروح تضعفه، هو مو نفس روايتي. هذه روايتي أمامك اللي أنا ذكرتها، تمام. هذا كتاب السنة لابن أبي عاصم، حققه وخرج أحاديثه الأستاذ. هذا مو أحمد شاكر يعني إذا تقول عليه متساهل، هذا الدكتور الجوابرة، فيصل الجوابرة، أستاذ الحديث إخواني بكلية أصول بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض السعودية. يقول في الجزء الأول صفحة 799 هذا السند أمامك: حدثنا عباس بن الوليد وأبو كامل، يعني راويا يعني حتى لو ضعفت عباس يعني وأبو كامل أيضا معه، قال حدثنا جعفر بن سليمان عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حسين. وين الأجلح أخواني؟ هل أراه؟ هل ترون راوي يسمى الأجلح؟ لا نراه. ماذا يقول؟ قال رسول الله علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن. أين؟ متى؟ من بعدي. الله أكبر. ماذا يقول؟ يلا اسمع قبل ما تضعف وتتعب نفسك، اسمع. يقول إسناده صحيح رجاله رجال مسلم. فأنت للمرة الثانية ممكن راح تضعف حديث صحيح مسلم حتى تبطل خلافة علي، وهذا لا تستطيع. يعني بالنهاية بأن أثبتنا خلافة علي. فإذا أخواني بارك الله بكم، المناظرة أثبتنا فيها خلافة علي. هو ادعى طبعا في البداية أن عليا كان يبايع أبو بكر ويعتقد به. يا رجل يا رجل، أنا سآتيك من صحيح البخاري، شنو رأيك؟ أصح كتاب عندك بعد القرآن، تمام؟ هذا أمامك، تفضل. هذا صحيح البخاري أمامك على الشاشة، تمام، بحاشية السندي الجزء الرابع. هذا حتى طبعة قديمة 1986. ماذا يقول؟ حين ذكر خبر تزعمان أن أبو بكر كذا، حين البخاري حذفها وجعلها كذا. ماذا يقول السندي؟ يقول قوله، اسمعوا: وأنتما مبتدأ خبره تزعمان، يعني علي والعباس يزعمان أن أبا بكر فيها كذا. هو الآن يشرح: أي ليس محقا ولا قاعدا بالحق. يعني أبو بكر ليس خليفة شرعي، ليس قاعدا على الحكم بالحق. إذا أنا أتيك من البخاري، أنت تأتيني قال فلان وقال فلان. أسئلتك أجبت عليها، مسألة نهج البلاغة أجبت عليها، كل أسئلتك أجبت عليها. وإلا الآن أعطيني سؤال الآن أجيب عليه. ما يصير. أنت تريد تستنزف وقتك وتقول لي أعطيني سؤال؟ إيش هذا الكلام؟ يعني ما تستنزف وقتك وتقول لي أعطيني سؤال. أنا كررت أسئلتي. فين نهج البلاغة؟ والله لم تجيب على نهج البلاغة قط. في مداخلات السابقة. لا والله ما أجبت، والله ما أجبت. والله العظيم ما أجبت. طيب يرجع إن شاء الله. شوفوا يا أخوان، شوف بالله عليكم يا أخوان، أنا أسألكم بالله، الضيف المحترم، شوفوا خلينا بس أوريكم التناقض اللي عندي. الجولة بارك الله بك. قبلت. طيب نعم. بالله عليكم، لما جبنا له قول الخلخالي الذي قال بالشورى، ماذا قال عنه؟ قال قول العالم يحتج له لا يحتج به. فقلت لك هفضل أعدها لك، كل ما تجيب قول العالم أقول لك يا عزيزي قول العالم في أصله ليس بحجة، الحجة تكون فيما احتج به. فلماذا لم تجيب على هذا الرجل؟ أيضا جبنا لك قول النبختي أن السواد الأعظم صار مع أبي بكر رضي الله عنه، أيضا لم تجيب على النبختي. ناقل البلاغة علي إنما بايعه المهاجرون والأنصار، لم تجيب عنه. من من الصحابة برواية صحيحة اعتقد أنه بايع علي؟ قسما بالله لم تجيب. أين قال النبي بأن علي إمام بالنص الجلي؟ قسما بالله لم تجيب. خطبة علي ليس للشاهد أن يرجع أو أنه يقاتل من ادعى شيئا ليس لأهله.
يا رجل جايب لك رواية صحيحة في كتاب الكافي وكتاب مرآة العقول، تروح تضربها عرض الجدار وتروح تجيب كتاب من كتاب سليم بن قيس إن لو كان معه 40 رجلا وكتاب سليم بن قيس. أنت تعلم وأنا أعلم وأستطيع أن أخرج لك أكثر من 16 مصدر علماء طعنوا فيه، فتجيب الرواية اللي منسوبة بسندها وتروح تجيب كلام من كتاب علماء طعنين فيه. أيضا النبختي قال السواد الأعظم الحر العامل الشيعي لما أسقط كل روايات أهل البيت، قلت لي الحر العاملي إخباري، الله أكبر، ما هو أسقط روايات الأصوليين. النبي أوصى بأن يبذل ماله ودمه دون دينه، جايب لك رواية صحيحة يا رجل تروح تجيب لي الكلام. شوفوا يا أخوان، هذا كتاب مشرعة بحر الأنوار أصف محسن المجلد الثاني صفحة 32، يقول وفي جملة من منقولات غير معتبرة سندا، غير معتبرة سندا، بالله عليكم اكتبوا ألف التعليقات يمكن عنده مشكلة عندي. غير معتبرة سندا أنه لو وجد 40 رجلا لقام لاحقه لإحقاق حقه. أجيب لك منين تاني وعلمائك عمالين يضعفوا كل رواية أنت بتأتي بها؟ إذا كان علمائك مش عارفين ينصفوك أنا هنصفك إزاي؟ طيب أيضا عندك يا أحبة أدي الوصية جبناها، أيضا عندك أدي مسند أبي يعلى أبو الطفيل اللي أنت بتقول عليه أهو يشهد أن أبو بكر أن فاطمة اعترفت بأن أبو بكر خليفة. قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت يا خليفة رسول الله أنت ورثت رسول الله أم أهله؟ قال بل أهله، إلى أن قال إذا أطعم الله نبيا طعما صبا قبضه للذي يقوم بعده فرأيت أن أرده على المسلمين فقالت أنت ورسول الله أعلم رجال ورجال الصحيح. فيا رجل يا مؤمن، وهذه الرواية ليه أنا بقول لك اقرأ الرواية كاملة؟ علشان أنت لما تقرأها كاملة تبين من الضعيف. ما أنت الآن لما بتبقى فاتح بس وتتكلم وتقول في البخاري وفي مسلم، لما بتقرأ السند بيبان بقى للمستمع العاقل أنك تدلس فيه يا عزيزي. هذا جعفر بن سليمان. هذا أيضا يقول الرواية هنا التضعيف كتاب المصنف لابن أبي شيبة تحقيق الشسري، ماذا يقول يا أخوان؟ معدول جعفر بن سليمان صدوق روى ما يؤيد بدعته فلا نقبل منه. إذن يا جماعة الخير القاعدة عند الشيعة أن الراوي، على فكرة الشيعي زمان يا أخوان مش زي الشيعي النهاردة. الشيعي النهاردة يكفر الصحابة، الشيعي في زمن علي بن أبي طالب لم يكفر أبا بكر وعمر والعياذ بالله. فالشيعي قديما كان المحب لعلي، ونحن كلنا من شيعة علي لأننا محبين لعلي ونصدق علي. لكن أنت مش الشيعي النهاردة. فالشيعة قديما كانوا عدول ما فيش مشكلة، لكن لو قال راوي رواية تؤيد بدعته وانفرد بها فالرواية تكون ساقطة يا عزيزي. فرواية الشيعي مقبولة ما إذا خالف فيها الثقات أو لم تأتي من طرق أخرى ليس فيها شيعي. طيب يا أخوان، أيضا وهو ولي كل مؤمن بعدي. شوفوا يا جماعة الخير أهل السنة أهل الدليل. حتى الألباني ماذا يقول؟ وهو ولي كل مؤمن بعدي الحديث ليس فيه دليل البتة على أن عليا هو الأحق بالخلافة من الشيخين كما زعم الشيعة، على أن الموالاة غير الولاية التي هي بمعنى الإمارة فإنما يقال فيها ولي كل مؤمن الصحيحة. فلو أنت عايز تاخذ من كلام الألباني فأدي الألباني بيقول لك هذه أصلا ليس فيها حجة على الشيعة. طيب أيضا يا أخوان ضعفنا ولكل تفضل إنما أنت منذر. هفضل أعيد لك الأسئلة. إنما أنت منذر إسناده ضعيف، الأرناؤوطي إسناده ضعيف، الطبري وابن كثير. عايز تاني يا عزيزي؟ يا عزيزي جاوب على الأسئلة. علي بن أبي طالب لم تجيب عليه. علي بن أبي طالب في كتبك لم تجيب على كلام نهج البلاغة. هل تسقط نهج البلاغة ولا تقول أن الكلام غير مقبول؟ الآن علماءك اللي قالوا بالشورى الخالقاني والنبختي، وأيضا أين النص الجلي؟ واثبت لي يا رجل رواية واحدة صحيحة 120,000 ما فيش ولا واحد يعتقد أن علي خليفة برواية صحيحة على وجه الأرض. الله أكبر، عجيب والله. طيب على العموم علشان الصلاة يعني اعتبر آخر جولة اللي جاية ليك واللي بعدها آخر جولة لي، علشان الصلاة عندي الأذان أذن آخر 10 دقائق نلحق الصلاة لو تكرمت. آخر جولة ليك واللي جاية آخر جولة ليها، وإن شاء الله يبقى فيها جزء تاني بإذن الله عز وجل غدا في نفس الموعد. طيب اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا اخواني انا نسيت ارد على مسألة هو ذكرها، لا مو نسيت، يعني هي المسألة الوقت ضيق، ان مسألة محمد بن عبدوس في السند اللي ذكرته في عيون اخبار الربا. انا اكثر من مرة
قلت بأنه إذا عالم معين ذكر بأن هنالك راوي قال عنه مجهول، هذا لا يعني أنه مجهول حقيقة، هو لم يثبت له، هو عنده مجهول لكن عند غيره معلوم. وأكبر دليل أن الذي روى عنه نفسه هو الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق الذي روى عنه ماذا قال عنه؟ تعال شوف، ثم تقول طلع لي على الشاشة هذا الكتاب، هذا الكتاب راح أطلع لك كلام نفس الشيخ استنى، الصدوق. هو لحد دلوقتي فين التوقيت؟ فين التوقيت لو سمحت؟ طيب أنا ما وافقت، طيب أرسل. انت خدت وافق. بتاع دقيقة في التوقيت يا رجل. طيب هذا أمامك، هذا أمامك ماذا يقول الشيخ صدوق؟ وحديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس رضي الله عنه ماذا؟ عندي أصح ولا قوة إلا بالله. الشيخ الصدوق إمام المحدثين نفسه، الشيخ الأقدم، الشيخ الصدوق الجليل صاحب الكتاب نفسه ليس عنده محمد بن عبدوس مجهول. إذا كان غيره لم يثبت له من هو محمد بن عبدوس، هذا لا يعني أنه فعلا مجهول. نفس ما عندك رواة في البخاري البعض قال عن بعضهم مجاهيل، لكن هل نأتي بالبخاري ونضرب به عرض الجدار لأنه هنالك عالم قال أن هنالك راوي في البخاري معين مجهول؟ أنت راح تقول لا، نحن لا يلزمنا قول هذا العالم لأنه قال عن هذا الراوي أنه مجهول، لأن هنالك غيره من قال أنه ثقة. نفس الشيء، باؤكم تجر وباؤنا لا تجر، بارك الله بكم. أما بالنسبة لسؤالك قلت لي أعطيني أين النبي صرح بأن علي إمام. طبعا اخواني احنا عندنا المسألة متواترة، انا راح اعطيه ما عندي مشكلة، بس هي متواترة عندنا اصلا في مسألة الائمة الاثني عشر. طيب بس ثواني، اختفت صورته، اي الان رجعت. هي متواترة اصلا اخواني بارك الله بكم، ولكن هذا امامك على الشاشة حتى ما تتحجج ان شاء الله. امامك على الشاشة، ركز اخواني، هذا كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق صفحة 372، وهذا الحديث معناه متواتر عندنا. هذا السند أمامك، حدثني أبي، طبعا أنا وقتي راح يخلص. اقرأ السند. هذه الصورة، حدثنا محمد بن أبي القاسم عن طب محمد مش شايف بن السند؟ قربها زي ما انت كنت مربها لو سمحت. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حريز بن عبد الله وإنها لراكبة سنن من قبلها من الأمم في مخالفة وصي وعصيانه. شوف، قال أنه وصي، وألا وإني مجدد عليكم عهدي في علي، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. اسمعوا ماذا قال الرسول: أيها الناس، خطبة عامة لجميع البشر، حجة على الصحابة: أيها الناس إن عليا إمامكم من بعدي. يعني شنو تريد؟ هذا لفظ الإمامة، وهذا الخبر متواتر، يعني لا تتوقع. أنا أعرف راح تقول لي مجاهد كيف، ابن عباس كيف، ترى عندنا متواتر. انا مستعد اعطيك اقوال علماء في تواتر هذا الشيء، والاسانيد عندنا مستفيضه في ذلك. ان عليا امامكم من جزئيه، الى ان يقول: ايها الناس من اختار على علي اماما. انتم اختاريتوا على علي امام، اختاريتوا ابو بكر. قال: من اختار على علي اماما فقد اختار علي نبيا، ومن اختار علي نبيا فقد اختار على الله عز وجل ربا. أيها الناس إن عليا سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين ومولى المؤمنين، وليه ولي وولي ولي الله، عدوه عدوي وعدوي عدو الله. أيها الناس أوفوا بعهد الله في علي يوفي لكم بالجنة يوم القيامة. نفس قصة إخواني موسى وهارون. النبي قال لعلي في البخاري عندهم، قال لعلي ماذا؟ قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. نفس الشيء موسى في القرآن نصب هارون، قال: اخلفني في قومي. موسى ترك هارون 40 يوما، أصحابه عبدوا العجل ونصبوا عليه السامر. يعني نفس الشيء، جعلوا شورى سقيفة واختاروا السامري، وأصبح السامري هو بدل هارون. وخلاص أنتم لو كنتم من أمة موسى لا الآن عندك السامر أمير المؤمنين.
خلاص صارت شورى على السامري وتركتم هارون. فنفس الشيء اخواني، نفس الشيء. فالشاهد اخواني، انا اجبت على كل اسئلته. هل اجاب على لفظة خليفتي في كل مؤمن من بعد؟ هو يتحجج بلفظة وليكم، يؤولها طبعا هي لفظة واضحة، ولاية الامر وليكم ظاهرا واضحة. يقول يتحجج بامور كثيرة، ما رد على مسألة الهيثمي لما ذكر ان الصحابة يقول احتج به وشهدوا به لعلي لما نزع ايام خلافته، عفوا 30 صحابيا شيخك ابن حجر يقول شهدوا به لعلي لما نزع ايام خلافته. ما ردت عليها، ما ردت على كثير من القضايا اللي طرحتها. تفضل، هذا ختامك ولا شنو؟ كيفك بعد؟ نعم هذا ختامي، هذا اختم، ختامي. تفضل. نعم. اقبل الجول. طيب يا اخوان، اجتمع الصحابه ونصبوا ابا بكر امام، هذا لا يقاس على الذين وضعوا السامري عجل، والا من الممكن ان نرد على اثر الله بنفس الكلام ونقول افضل من الذين تركوا علي بن ابي طالب وعبدوا عجولا. طيب ارجو يا استاذ اثر لما تتحدث من غير ما ترمي الكلام المبطن علشان الحوار يبقى محترم. احنا ممكن نقول لك عبدوا عجولا بدل ما يعبدوا كذا وكذا، فعيب عيب، خليك راقي في الحوار. دي حاجه. طيب الحاجه الثانيه يا اخوان، اتفضل. ادي يا اخوان اللي هو طلعها، شوف صورتي اهي، شايفني كويس؟ ابو ربيع الزهراني باوع، مستدرك علم الرجال علي النمازي الشهرودي، لم يذكروه. طيب بصوا يا جماعة الخير، كمان في من لا يحضره الفقيه، هذا الكتاب، شوفوا الصدوق، اوري لكم شغله. انتوا عارفين ان الصدوق اصلا كان بيصحح روايات الكذابين يا اخوان؟ هل تعلمون ان الصدوق كان يصحح روايات الكذابين؟ شوف ادي كتاب الموسوعه الرجاليه، يقول روى عن جدي عن يحيى، يقول وروى عن المجاهيل احاديث منكره رايت اصحابنا يضعفوها. يقول كان كذابا يضع الحديث مجاهرا، روى له الصدوق مترضيا عنه. يعني الصدوق بيترضى عن الكذابين يا عزيزي. كيف تستدل علينا برجل يترضى عن الكذابين؟ بالله عليكم عمركم شفتوا يا جماعة الخير واحد يستدل على ناس بيترضى على الكذابين والمجاهيل؟ دي حاجة. المجهول يا عزيزي من قسيم الضعيف عندك. تفضل ادي كتاب طبعا عبد النبي ابن سعيد الازدي، يقول حاوية الأقوال المجلد الأول صفحة 116، قال الضعيف يقول او فساد او مجهول، فالمجهول عندك من قسيم الضعيف يا عزيزي. فسبحان الله، ابن عباس عندك من ابن عباس عندك خائن لامير المؤمنين. محمد صالح المازندراني قال انه فسد دينه، كذلك ايضا المجلسي قال انه مرتد وحرامي، يعني اما حرامي واما كذاب واما ضعيف واما مجاهيل. انا استحلفكم بالله يا جماعه الخير، يعني احنا دلوقتي اهو، وده على فكره ده مصداقا لقول الحر العامل اهو في خاتمه المستدرك، يقول ومثله ياتي في روايه الثقات الاجلاء كاصحاب الاجماع ونحوهم يرون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم. انا ما بعمل الحركات ديت وانت موجود، فرجاء انا عارف ان انت مرتبك، هدي شوي. والمجاهيل والكذابين حيث يعلمون حالهم ويروون عنهم ويعملون بحديثهم ويشهدون بصحته. يعني عند الشيعة يا اخوان ياخذون احاديث الضعفاء والمجاهيل والكذابين ويشهدون بصحته، فكيف تستدل علينا وبعدين توثق، وبعدين انت جايب روايه اصلا سنيه ليست في مصدر سني. يعني احنا الان الشيعة الرسول امرهم قال باهتوهم، فالشيعي يعمل ايه؟ يركب سند سني ويحطه في كتابه. طب هل الكتاب اصلا كتاب سني؟ لا، ده كتاب شيعي. كتاب شيعي وجايب سند سني وعايز يلزمنا بيه. يا عزيزي ما يصير، هذا ما يصلح. طيب اذا يا اخوان الله يبارك فيكم، احنا طرحنا المسائل اللي هو ما ردش عليها، انا هعيدها لعل الشيعة في يوم من الايام يعرفوا يجاوبوا عليها. نهج البلاغه قسما بالله ما استطاع ان يجيب عليه. ايضا هذا الرجل الذي قال بالشورى وان اولي الامر بالشورى ما اجاب عليه، قال قول عالم، يعني ماله، مش عايزين نتكلم، احنا هنحترم علماءه،
من اعتقد من الصحابة بأنه بايع علي؟ من اعتقد بخلافته؟ لم تستطيع. أين النبي قال علي إمام؟ لم تستطيع أن تثبت بنص جلي طول المناظرة. خطبة علي في نهج البلاغة ما استطعت أن تجيب. النبختي قال السوادر الأعظم مع أبي بكر، ما استطعت أن تجيب. الحر العاملي أسقط كل رواية الشيعة، قلت عليه إخباري. النبي أوصى علي بأن يقاتل بذلك مالك ودمك، رحت جبت لي كلام من جبت لي كلام يا رجل من أيضا آصف محسن ضعف لك حديث لو وجد رجل، ضعف لك حديث ال40 رجل. يعني قسما بالله العلي العظيم لم نترك لك شيء إلا وبفضل الله أجبنا. لم تأتي إلا بروايات انفرد بها شيعة، وعندنا إذا انفرد الشيعي برواية ليست مقبولة، لكن لو جاءت رواية بالتتبع والمشاهدات فتكون الرواية عندنا صحيحة. إخواني الكرام، انتهى الوقت الآن، وإن شاء الله هيبقى فيه الجزء الثاني غدا، وهتكون المداخلة الأولى ليه هو غدا في نفس الموعد الساعة 3. إخواني أهل السنة اطلبوا أستاذ لما تقول لي والله عملوا شورى، لا معلش، ما أنا ممكن أقول لك والله أفضل من اللي عبدوا 12 عجل ونبدأ يعني أنا مو أستهزئ. القصة اللي ذكرتها في القرآن ما قاعد والقصة اللي احنا القصة أيضا ممكن نذكر يعني مش عايزين نخش في الكلام ده. أنت رجل خليك لائق بالحوار من غير ما تهمز وتلمز عليا، لأن أنا ممكن أجيب لك آية وأهمز عليك أو رواية. رجاء خلي الطرح علمي، خلي المشاهد يستفيد، بدل ما تقول لي عجل وأنا أقول لك 12 عجل. وهذا الكلام لا يليق حتى بالمستمع الشيعي أن يسمعه، لا منك ولا مني ولا السني. نعم، انتهى الحوار. علي أولهم والحسن والحسين تصفهم بالعجل؟ لا أعوذ بالله. لكن أنت لما تقول إن النبي لا أعوذ بالله سلام الله عليهم هؤلاء السامر بالقرآن هو العجل. شنو المشكلة إخواني؟ السامر بالقرآن الله وصفه أنه عبدهم العجل. شنو سب الموضوع؟ سمعوا مثلا الشيعة ونصبوا 12 كذا مثلا، والله والرسول لم ينصبهم. لا تستفزنا يا عزيزي، انت جاي بتقيس على الشورى صح ولا لا؟ انت بتقيس على شورى الصحابه. لا انا مالي، انت بتقيس على شورى الصحابه، واحنا ممكن نعمل لك قياس لو سمحت. انا بقول لك انا بوصيك اهو عبدوا العجل. انا قلت صحابه موسى في القران عبدوا العجل، ضربتها كمثال على انه الشورى هكذا لا يحتج بها، ما جبت طار الصحابه. لا انت قلت انت عملوا زي قوم موسى. اهو قوم موسى يا جماعه عملوا تشاور ونصبوا عجل. احنا ممكن نقول لك الاماميه تشاور ونصبوا 12 عجل. ما يصير يا عزيزي، ما يليق بالحوار لو سمحت. بس كلامنا من غير احنا يعني كلام. لا بقول لك احنا ممكن نرد عليك بهذا الكلام، لكن احنا لا نقول بهذا. اهل البيت عندنا خط احمر، الائمه عندنا ائمه دين وخط احمر، ما احد عندنا هم تاج رؤوسنا. لو سمحت انا بقول لك ما تستفز المقابل باي شيء حتى لا يستفز ويستفزك. نعم خلاص، لكن ينقطع لساني لو اقول على اهل البيت 12 عجل، لكن انا بقول مراجع، مش لازم اقول يعني الائمه والعياذ بالله، اعوذ بالله. طيب ان شاء الله نلتقي غدا في نفس الموضوع، والمداخله الاولى تكون لك. شكرا لك. السلام عليكم. ان شاء الله، في امان الله، مع السلامه.